معظم الناس هتشوف تسديدة أوليسيه بس، لكن الحقيقة الجون ده اتسجل قبل ما الكرة توصل له أصلا. بص على آخر 4 مرات عمل اسكان فيهم، هتفهم ازاي أوليسيه كان سابق اللقطة بثانيتين تلاتة. أول اسكان بياخد صورة كاملة للمشهد، شكل الخط، أماكن الضغط، والمساحة اللي ممكن تتفتح بعد ثانية. تاني سكان واقف ثابت مستني، لا بيقرب للكورة ولا بيجري بدري، لأنه فاهم إن الحركة الغلط في التوقيت الغلط هتبوظ اللقطة. تالت سكان أول ما ديمبلي ضغط، أوليسيه شاف الطريق اتفتح، ودي كانت إشارة الحركة بالنسبة له. في نفس اللحظة هاجم المساحة اللي ورا نص الملعب، بس الأهم إنه كان لسه عامل سكان قبلها بثانية. رابع اسكان شاف باتشو متثبت مع كين، وماركينيوس متثبت مع موسيالا، يعني مفيش حد هيطلع يضغط عليه اول ما يستلم، ودي اهم حاجه لاي لاعب بين الخطوط، وقت زياده على الكوره. عشان كده اوليسيه استلم مرتاح، لف وخلص اللقطه كانه حافظ السيناريو كله قبل ما يبدا. الناس بتفتكر ان الكوره بتتلعب بالرجل، بس اعلى ليفل في اللعبه بيتلعب بالعقل والعين الاول. اللايك والشير.